انتظر ونرى خطيرة، هذه الكرة في الشباك. يا الله يا الله على الكرة، تسديدة قوية مباغتة لا تصد لا ترد. يا الله ماذا فعلت يا لوفرو يا مايا، بقدم يسرى جميلة رسمها. يحذر جميلة هذه الكرة، لوفرو مايا للتاريخ يا لوفرو يا مايا، ثنائية جميلة، جول. مرة أخرى ظهر، مرة أخرى يسجل ثاني. باساليتش فعلها وجاء بثالث الأهداف للمنتخب الكرواتي. أنتي بوديمير في ويد كورة من الكسان خطيرة، جول 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 جول. هذه البداية من خلال 23 هويبير يضع كورة في سقف المرمى. منتخب الدنمارك الديناميت ينفجر من البداية. فرحة رولينغانس، الجمهور الهادي، ولكن في مثل هذا الموعد هو الجمهور يعيش اللحظة. جوستي سابر، كرة خطيرة في وسط العودة، وعدم التعديل للفريق السويدي عن طريق إيساك ألكسندر، يرجع الأصفر للمباراة. صفق عليها سكوربيون بلانكو العقرب الأبيض الدنماركي مدرب السويد. رجع بسرعة بفضل كريستيان إريكسون، الكرة بالشبكة، جول 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 عن طريق المايسترو الكابيتانو. يأكد أن الديناميت هو البطل في هذا الديربي. نعم هو المايسترو، هو إريكسون، هو المبدع، هو الهداف، هو صاحب القرار الحاسم، هو من يشعل ملعب كوبنهاجن، هو من يجعل الجمهور يحتفل خطيرة، كرة والهدف الأول. الهدف الأول باتريك فيمير، هجمة مركزة، تمريرة ولا أروع، وتوقيت وتايمينج تلبي كرة كان ممتاز من باتريك فيمير في ضمن خطير باومغارتنر. جول كريستوف باومغارتنر في ظرف دقيقتين المنتخب النمساوي يتقدم بهدفين ل0. كريستورا هدف تبديل الفارق، هدف تبديل الفارق. بافلوفيتش، سترايليا بافلوفيتش يدرك هدف تبديل الفارق للمنتخب الصربي. عرضية ترسل وهدف أول، الهدف الأول من إيداب. إيدا يسجل أول أهداف منتخب جمهورية ايرلندا وأول أهداف اللقاء. إيدا وصلت إليه الكرة مثلما كان يحب ليسجل الهدف بالراس، وتعادل. التعادل يا ولد، رائع 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 رائع. هدف التعادل من جانب آدم لانغ، يسجل هدف جميل. قوية كانت الكرة لا جول. هذه لا جول. نعم في الشباك يا باروت يسجل هدف ايرلندي ثاني. باروت هو من هرب، هو من انطلق، هو من توغل، وهو من سجل ثاني الاهداف، وهو من يسعد المدرب جانوشي. Ouais, c'est transformé, contre-pied de la part de Steve Mounier. Le capitaine béninois cette fois-ci est en réussite. Il avait touché le poteau en début de match. Et bien avec froideur, il va ce ballon vers Langa. Langa, le centre en retrait, c'est intelligent. L'égalisation magnifique de la part du Mozambique, Witi, qui va aller placer son pied gauche pour perdre, avec la possibilité pour Guimard de frapper. L'enchaînement, le deuxième but pour le Mozambique, réussi par Guimard, avec voilà ce travail au préalable de Ratifo. Bien fait.
Moumini la frappe, l'égalisation pour le Bénin, 4 minutes de jeu seulement en deuxième mi-temps. L'espoir béninois avec cette... Oh, ballon de 3-2, ballon de qualification, ballon de Cannes, c'est terminé, le Mozambique dans le temps additionnel marque ce troisième but, la réussite. طنجة يسجل طنجة يضع كرة بالشبكة. الفريق الموريتاني يتقدم. حان وقت الاحتفال، حان وقت انطلاقة سريعة. كرة الثاني، الهدف الثاني، هي الكرة الثانية، هي الكرة الثانية. هدية من الكابوني، هدية كامارا على لسان حاله يقول للكابوني ميرسي بوكو على هذه الهدية. Ouais, c'est transformé, contre-pied de la part de Steve Mounié. Le capitaine béninois cette fois-ci est en réussite. Il avait touché le poteau en début de match. Et bien, avec froideur, il va ce ballon vers Langa. Langa, le centre en retrait, c'est intelligent. L'égalisation magnifique de la part du Mozambique, Witi, qui va aller placer son pied gauche pour perdre, avec la possibilité pour Guimard de frapper. L'enchaînement, le deuxième but pour le Mozambique, réussi par Guimard, avec voilà ce travail au préalable de Ratifo. Bien fait. Moumini la frappe, l'égalisation pour le Bénin, 4 minutes de jeu seulement en deuxième mi-temps. L'espoir béninois avec cette... Oh, ballon de 3-2, ballon de qualification, ballon de Cannes, c'est terminé, le Mozambique dans le temps additionnel marque ce troisième but, la réussite au bout du pied du remplaçant Bokeh qui vient. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هنتعرف مع بعض على موعد وتوقيت مباريات يوم الأربعاء القادم. يوم الأربعاء ولا يوم الثلاثاء؟ الأربعاء، تمام. يوم الأربعاء ده هيكون موافق 14 نوفمبر لعام 2024. أول مباراة معانا هي مباراة ليبيا للشباب ضد منتخب تونس للشباب. مباراة تكون في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. لا، هتكون 6 بقى، 6 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أنا بحاول أفتكر والله لأن الكلام ده مش مكتوب. منتخب المغرب ضد المنتخب الوطني المصري. مباراة تكون في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أما بالنسبة شباب لمباريات تصفيات أفريقيا لعام 2024-2025 في الجولة الخامسة، غينيا الاستوائية تمام، في مواجهة منتخب الجزائر. مباراة تكون في تمام 13 عصرا بتوقيت مصر والسعودية، و2 مساء أو 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أما مباراة ليسوتو وأفريقيا الوسطى، المباراة هتكون يعني التوقيت غريب بصراحة، يعني هتكون الساعة 4 إلا تلت، يعني كمان الساعة مش عارف أجيبها لكم ازاي، الساعة 3:38 دقيقة يعني، أو الساعة 3:30 و8 دقايق، يعني مش عارف ليه يعني الرخامة دي. ثواني كده نكمل مع بعض. باقي المباريات طبعا في المباريات التانية، مباراة جنوب السودان ضد منتخب الكونغو. ايه الكونغو دي كمان؟ مش كان ناقص علينا الكونغو الديمقراطية تانية والكونغو مش عارف ايه تاني. بوروندي في مواجهة ملاوي. طب مباراة جنوب السودان يعني برضه في نفس التوقيت الرخم بالرزل. بوروندي في مواجهة ملاوي. المباراة دي خلاص الحمد لله التوقيت بتاعها معروف، 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية، 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أعتقد في مباراة تانية رواندا في مواجهة ليبيا ولا ليبيريا؟ لا ليبيا، تمام. طبعا أنا بصور فالجهاز الكمبيوتر بيدعمني شويتين. رواندا في تمام الساعة 6 مساء، ومدغشقر ضد منتخب تونس في نفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. النيجر في مواجهة السودان،
ومباراة بوركينا فاسو والسنغال. المباراة دي هتكون قوية جدا 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 ما بين المنتخبين. المباراة هتكون في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت طبعا مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مشاهدينا الكرام دي كانت نتائج موعد مباريات، ان شاء الله نتعرف على النتائج بعد انتهاء هذه المباريات. ده كان فيديو بتكلم فيه عن موعد مباريات يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر لعام 2024. بشكركم جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.